اهلا يا حلوين، العيد قرب وكلنا بنحب نبدا ببشره نضره وصافيه بعيدا عن الارهاق. النهارده هشارككم 3 ماسكات سحريه من الطبيعه موجوده عندكم في البيت كده، يعني ما تخافوش، مش هنشتري حاجه من بره. والهدف مش بس تفتيح مؤقت، لا، الهدف هو تغذيه البشره، نضاره، علاج مشاكل البشره. جهزوا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدا. حاجه كده مش عايزاكم تتخضوا من شكل، لا بقى هنعمل ماسكات فطبيعي بقى هنعمل ايه عشان هنتبهدل، واحنا عارفين ان احنا هنتبهدل، مجهزين حاجه للبهدله دي. فخلونا بينا نبدا. خلونا بينا. السلام عليكم جميعا، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بافضل واحسن حال وانتم بتسمعوا فيديو النهارده اللي حرفيا طلبتوه بقالكم فتره وحاساكم مستعجلين، ولكن انا كنت كده كده هعمله لكم. فيلا بينا نبدا لانه حرفيا هيبقى فيديو تحفه جدا جدا وهتستفادوا منه جدا. صلوا على الرسول، نعمل لايك الفيديو ده، سبسكرايب لو مش مشتركين علشان الفيديوهات الجايه ما تفوتكوش. وبس كده، ويلا بينا نبدا في فيديو النهارده. زي ما قلت لكم في فيديو النهارده اللي انا هعمل معاكم 3 ماسكات بس، وهشارك معاكم ماسكات تانية، ولكن اللي هنعمله في الفيديو هو ال3 ماسكات، ال3 حرفيا احلى من بعض. فكملوا معايا الفيديو للاخر وابداوا معايا واحنا بنعمل. كلها حاجات موجوده عندك في البيت، فما تقلقيش من اول الفيديو. مش هتشتري حاجه، مش هكلفك حاجه، والحاجات دي لا، كلها موجوده عندك في البيت، فاطمني في بدايه الفيديو. حاجه، وقبل ما تعملي اي ماسك كده، قبل ما تعملي اي ماسك، في خطوه مهمه جدا 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 لازم نعملها، وهي خطوه اول حاجه بشرتنا تبقى نظيفه، ما فيهاش اي شوائب. هنا انا بشرتي حرفيا ما عليهاش اي حاجه خالص. واهم خطوه، اهم خطوه قبل اي حاجه عشان بالفعل نستفاد من اللي احنا هنعمله، هو خطوه المقشر او السكراب. لازم نعمل لبشرتنا تقشير، وده هنعمله، مش هقول لكم روحوا اشتروا طبعا، زي ما قلت في اول الفيديو، بضحك عليكم طبعا، متعودين ان كل حاجه في البيت. فاول حاجه لازم بشرتنا تبقى نظيفه. هنا انا بشرتي نظيفه، هوريكم المنديل جميل ابيض كده، وميه الورد اللي انا حرفيا يعني من كتر ما انا بستخدم ميه الورد دول اخر شويه في الازازه، شايفين؟ مش باينين اصلا. فاحنا هنحط كده، هنا انا فضيتهم تقريبا، ونمسح بشرتنا كويس. حرفيا انا مش حاطه اي حاجه، لسه ابيض زي ما هو حرفيا. فلازم قبل كل حاجه بشرتنا تبقى نظيفه، لازم بشرتنا تبقى نظيفه. ف ننضف بشرتنا وبعدين نبدا في السكراب. هنحتاج ايه بقى؟ نعمل مقشر ازاي؟ وحرفيا هيفيدك جدا جدا جدا. جيبي الطبق كده فاضي من عندك، واول حاجه بصي، اكتر يعني حاجه موجوده عندك في البيت تقدري تستخدميها كسكراب، اول مكون مهم اساسي هو السكر. كلنا عندنا سكر في البيت صح؟ احنا عندنا سكر في البيت، فاحنا محتاجين بس معلقه من السكر، يعني مش مكتره، مش هنجيب كيس سكر، معلقه بس. فاحنا نجيب انا جايبه بتاع السكر كله، مش عارفه ليه. ايوه معلقه، ثانيه قبل ما اوقعها، مش عارفه انا. ايوه نحطه كده، شايفين؟ معلقه واحده بس من السكر. نركن السكر على جنب، معلقه ومش هنكتر. والحبيبات بتاعتها ما تبقاش الناعمه قوي ولا الخشنه قوي. شايفين الحبيبات دي؟ هي دي اللي انا عايزاها، عشان احنا مش هنجرح بشرتنا، وفي نفس الوقت مش عايزين الناعمه قوي اللي احنا ما نستفادش منها يعني. تاني حاجه وهي القهوه. نجيب اي قهوه في البيت موجوده عندنا، اي قهوه. لعلمكم القهوه دي تحفه في كمقشر وتفتيح بجد، لانها فيها كافيين وبجد تحفه جدا. غير انه بجد بشرتك هتستفاد منها جدا. يعني لما مثلا انا عاده مش بشرب قهوه، لما اخويا بيشربها بجيب الحاجات بقى اللي باقيه القهوه ترسباتها واعملها سكراب، حرفيا بتبقى تحفه. هنجيب معلقه من القهوه مش راضيه تطلع، دي هنحسبها نص معلقه وهنحطها هكذا. هنجيب كمان نص معلقه، يعني مش عارفه ليه كده، نص معلقه زي كده كمان. ونركن دول اهي، ونبدا نضيفهم كمان كده، ميكس 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 في اللزوز. وتالت حاجه بقى لا، اما عندك اختيارين هنا، زيت زيتون موجوده عندك يبقى تمام، مش عندك زيت زيتون فاحنا هنروح للعسل. يعني اكيد عندك، ممكن تلاقي الاتنين اصلا. طيب ايه الافضل؟ انت ممكن تستخدمي زيت زيتون لو بشرتك جافه قوي، لان ده بيبقى ترطيبه اعلى، او ممكن عسل. تمام، على فكره الاتنين هيدوكوا نفس النتيجه. فهنا انا عندي الاتنين، ولكن انا هستخدم العسل. هنا هاخد، استنى اعملها كويس بس من بتاع، عشان العسل ما يبقاش ريحته قهوه بقى ونبوظ الدنيا.
معلقة من العسل ثانية. شايفين العسل؟ هكذا 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 هكذا. هينزل كل ده ونعمل ميكس. الميكس بتاعنا اللذوذ الجميل، ميكس 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 ده كله. طبعا العسل بيبقى جامد شويه لان احنا في الشتاء والجو ساقعه ونوال. شايفين بشرتي معاكم في نفس، بجد هنحصل على المدار اللي احنا عايزينها في نفس الفيديو يعني على طول. ميكس ميكس اللذوذ بقى، وننزل العسل لان العسل جامد في الصيف بيبقى سايح جدا. ميكس 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 كمان 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 كمان. نفضل نمكس لحد ما ايه، ما يظبطوا. عايزه اقول لكم ان انا عجبني تعليقاتكم جدا على الفيديو اللي فات. شايفين القوام ده؟ شايفين وكده تماسك تماسك، فانا عايزاه يبقى كده. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنبدا احنا وبشرتنا نضيفه كده لان احنا هنتعوص حرفيا. نبدا ناخد من الطبق. شايفين؟ ايوه هو القوام ده. شايفين؟ بهدل الدنيا، انا ببهدل الدنيا تحت. المفروض كنت اجيب فوطه. قمت اجيب الفوطه، حاسه ان انا هدهول الدنيا، فقلت لا ما ينفعش غير ان انا اندم بهدلت اصلا ايه دول تاني. نبدا نعمل كده. عايزه اقول لكم ان لو بشرتكم مش حساسه من الليمون، احنا ممكن نحط عصير ليمون، فيتامين سي، تحفه جدا. شايفين؟ انا عايزاه يبقى كده حبيبات اوريدي، يعني مش خشنه قوي عشان ما تجرحش البشره. ونعمل ماسك، سكراب سكراب، مساج مساج مساج، بعدين نغسل. غسلت بشرتي، منديل تاني نضيفه، هنخلص المناديل النهارده. نبدا ننشف البشره. واي حاجه هتتبقى فهي مش خساره في ايدينا يعني. اوكي، خلصنا الخطوه دي، استفدنا بيها على فكره. عشان تفتحوا المسام ممكن تعرضوا وشكم لبخار دافي، ودي خطوه جدا تحفه لتفتيح مسام البشره. تاني حاجه هنعملها الماسك بقى اللي بجد تحفه جدا، وهقول لكم دلوقتي اصلا الفوائد بتاعته اللي هو، وده اصلا بجد بجد بيسموه ماسك النضاره الفوريه. هو ايه بقى؟ هنحط زبادي ونشا، الاتنين دول بجد تحفه. بعد ما حطيتي استخدمتي على بشرتك سكر قهوه عسل، انت بجد عملت حاجه تحفه. بعدها بقى ماسك التفتيح بقى وحاجه كده لذيذه. زبادي ونشا، معلقه كبيره زبادي، معلقه صغيره نشا. الزبادي ده بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيقشر البشره بلطف، والنشا طبعا بيسحب الدهون الزايده وبيصغر المسام. ده بقى مناسب لمين علشان نبقى فاهمين كده؟ ده مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه، وطبعا للبشره المعرضه للحبوب ده هيبقى برده تحفه، لان النشا والزبادي بيردوا البشره المتهيجه وبيقللوا الاحمرار الناتج عن اي اثار للحبوب. فيلا بينا نعملهم. اول حاجه في نفس الطبق عادي جدا، بعد ما نكون خلاص احنا خلصناه تمام، هنجيب ايه بقى؟ هنجيب معلقه من الزبادي، نستخدم اي نوع زبادي موجود عندنا تمام، ومعلقه، وهنبدا ناخد منه ده اول معلقه من الزبادي. طبعا على قد بشرتكم، مش عايزين نرمي. تاني معلقه من الزبادي، انزلي كده. استخدمنا ايه؟ استخدمنا معلقتين صغيرين من الزبادي، ده على قد بشرتك. نركن بقيه علبه الزبادي لان هنستخدمها، احنا مش هنعمل ماسك مره. احنا يعني الفيديو نزل لكم فاضل 10 ايام على العيد، احنا هنقول 9. في ال9 ايام احنا هنكرر نفس اللي احنا بنعمله اقل حاجه 3 مرات، ممكن 4، ده على حسب بقى ايه وقتكم. هنستخدم ايه تاني؟ معلقه من النشا. جيبوا كيس النشا الجميل العسل، شايفين المعلقه كبيره ازاي؟ وهنحطها كده على الزبادي، ونص معلقه كمان. ثانيه خليكي هنا، شايفين اهي. نعمل بقى ايه؟ ميكس 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 كده 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 كده.
جماعة الزبادي والنشا خطير خطير خطير. شايفين الزبادي والنشا بجد تحفة. بصي انت مجربتيش حرفيا تعملي ماسك قبل كده ومش عارفة فوائد الماسك الزبادي بالنشا. ممكن ازود عليهم مية ورد وممكن لا. بصي انا عندي دي كان جايه مع الماسك ده اللي هو الليلي اللي انا بستخدمه دي. تمام. فهبدا ان انا اجيب، مش هستخدم المعلقه يعني، هبدا ان انا اجيب ده كده كده. شايفين شريطي بقى. لا انا اجيب تاني. دهنا وشنا كله، هنبدا نسيبه اقل حاجه يعني حوالي كده اقل مده هو ربع ساعه. احنا ممكن نسيبه نص ساعه عادي جدا. فانا هسيبه واغسل وشي وارجع لكم، انتظروني بقى بعد تلت ساعه. دلوقتي بعد شكله ده هروح اغسله. هستخدم غسول وانا بغسله علشان ريحه الزبادي وكده، مش عارفه ليه مش بحبها في الماسكات، ولكن هستخدم غسول وانا بغسل الماسك ده. فهغسله وارجع لكم. دلوقتي انا غسلت بشرتي. بعد الماسك ده انا خلاص الماسك ده. نظبط الكاميرا. انا يعني ملاحظه فرق في وشي كده. احنا عملنا السكراب وعملنا اول ماسك، الماسك اللي تحفه وكل حاجه موجوده في البيت. لحد دلوقتي قلت لكم حاجه مش موجوده في البيت، اعترفوا. تالت، لا مش تالت، هو احنا لان الاول انا مش معتبراه ماسك بصراحه، ولكن هنقول اللي بعده. الماسك اللي بعده اوكي. ماسك تحفه وانا بجد بكرره كل عيد. تحفه. اللي هو ماسك الكركديه مع النشا. بجد الماسك ده رهيب رهيب رهيب. هيديكي نضاره، هيخلي خدودك تحفه جدا، مع ان كمان ممكن تضيفي له بنجر. بجد تحفه. انا دلوقتي مجهزاه، طبعا لازم يكون بارد. شوفوا قولولي ايه رايكم. هو طبعا بيبقى سخن. انا عاملاه ازاي؟ طريقه بغليه وبسيبه يبرد. بعد ما يبرد بضيف عليه النشا، اقلبها قبل ما ارفعه على النار. بعد كده ابدا ارفعه على النار واقلب اقلب اقلب. وبعد كده بيفضل يمسك. اسيبه طبعا، مش هحطه على البشره وهو سخن. وبعد كده هيديني الشكل ده وابدا افرده على بشرتي. هوريكم ملمسه التحفه مع لونه التحفتين. شايفين؟ شايفين؟ مع اني والله ده انا مش ضايفه له بنجر، مع ان تضيفوا له بنجر عادي اصلا، دي حاجه طبيعيه ولونها احلى من اي تنت بتحطيه. فشايفين اللون ده؟ هو الماسك ده. هنبدا ان احنا نطبقه كده سيكه بس. مم. بايدي بقى، معلش بايدي بقى. على البهدله اللي انا فيها دلوقتي. لونه بجد تحفه، غير ان ريحته بجد فظيعه يعني. انا يمكن مش بطيء الزبادي ليه، مش عارفه مع انها حلوه، ولكن بجد الكركديه رهيب. شايفين اللون؟ يا جماعه بجد لونه حلو جدا، ريحته تحفه جدا، فايدته رهيبه. انا بس كل اللي عايزاكم تعملوه تدخلوا دلوقتي تعملوا سيرش على فايده ماسك الكركديه بالنشا. الكركديه تحفه جدا، والنشا كلنا عارفين فوائدها. كلنا عارفين فوائد النشا، لان دي طبعا اكتر حاجه اساسيه في ماسكات، مش هقول ماسكات العيد، في اي ماسك. فشايفين؟ على فكره ممكن برضو يعني نحط هنا. مم. طب انا مش شايفين الفرق؟ طبعا هفضل نفس المده، بعدين اروح اغسله وبعدين ارجع لكم. فلازم تكونوا بتعملوا الماسكات دي دلوقتي معايا. دلوقتي قعدت فتره كويسه حاطاه على بشرتي،
راح اغسله، حسيت ان هو شد بشرتي فمش قادره اتكلم كويس. راح اغسله وارجع لك. بجد شوفوا الفرق، حاسه ان الاضاءه ظلمه بس بجد تحفه جدا، تحفه جدا جدا يعني. اللي بقى طبعا انا عملته على ايدي، رغم كمان ان بقى كتير بجد، حصاها صافيه ناعمه نضره تحفه جدا. أم... تالت حاجه بقى هنعملها وبجد هيبقى تحفه جدا. حاسه انا بعمل كده جدا. طبعا هرطب شفايفي لسه مرطبتهاش، انا كده بشرتي تماما. الماسك هنستخدم دي بيضة، مش هنستخدمها كلها، هنستخدم بياض البيض. هو يعني بيبقى صعب شوية، ولكن بياض البيض في شد البشرة، لو انت عندك تجاعيد خطوط اي حاجة في شد البشرة مش هتلاقي احسن منه. طبعا انا عندي الماسك ده اللي انا بستخدمه الليلي بالكولاجين، ولكن حابه ان انا ما استخدمهوش المره دي، عشان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان انا مش هخليكم تجيبوا حاجه من بره، كلها تبقى موجوده في الثلاجه بتاعتكم. وبالفعل انا يعني بجد مش جايبه اي حاجه من بره. فهبدا ان انا اجيب بياض البيضه، هفصل الصفاره عن البياض وهجيب البياض بس، وهيبقى عباره عن ماسك بياض مش هنضيف عليه اي حاجه ان شاء الله. انا فصلت البيضه، كنت مفكره هي هتبقى صعبه ولكن ما كانتش صعبه. انا ايدي مش عارفه بجد، انا هدومي اتعصت جدا. عملتها سهل، فصلتها هنا اهي، شايفين، من غير اي اضافات عليها تماما. هنفضل نقلب فيه شويه لانه بيبقى ماسك يعني، فهنقلب ثانيه نحطه هنا. هنقلب فيه شويه ده يا جماعه بجد، لو انتوا عندكم خطوط في بشرتكم هيضيعها، هو بيشد البشره جامد، بينشف وحرفيا بيشد البشره جدا، بيبقى حلو جدا. اعملوه واللي يجربه بجد يقول لي، قول لي في الكومنت بسرعه. ما تقلقوش، ده اخر ماسك عشان تعرفوا ان انا مش فخليكم تصرفوا جنيه وبوفر لكم فلوسكم. عملوا لايك بسرعه يعني، لو ما عملتوش عشان الفيديو ده يوصل لغيركم، دي اكتر حاجه بتساعد الفيديو على فكره، انتوا تعملوا لايك. نفسي سريع جدا، بجد حاجه لكم سريع تعملوا مس ميكس. شايفين بيحصل ايه؟ يعني كده 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 كده، مش عارفه اوريكم كده انا لما ايه ده بقى احطه على البشره ازاي؟ ما ينفعش اسيبه كده، هيقع وهيعمل حاجات فظيعه. يبقى جنبي منديل احط فيه شيت ماسك، ولكن هي مش موجوده عندي، وبما اني كمان قلت لهم مش هتصرفوا حاجه فلازم تبقى كل حاجه موجوده في البيت. بص، حاسه هيبقى صعب، هجرب. امم امم عارفه ايه اللي انا بعمله ده، لكن ده هحط حته، احط كمان. وبعد ما حطيت ده هجيب المنديل واحط، احط على المنديل، احط املاه. استنى، ممكن تحطوه في قلبها عادي. اهي. الزقه. بصوا، هعمل وشي كله وارجع لكم لان انا حاليا مش عارفه اتكلم. خلاص واغسل بشرتي وارجع لكم ونكون كده خلصنا بقى، نشوف الحاجه النهائيه. اتي اكون انا خلصت اخر ماسك وبجد تحفه جدا، ولكن انا غسلته بسول غارنيه مش بالتاني لان هو ريحته غارنيه اقوى فهتضيع الريحه. وبعد ما غسلته هجيب تاني منديل نضيف كده بقى، وهمسح تاني وشي باخر شويه في ميه الورد عشان اشتري ازازه جديده بقى. بصيت لي الكاميرا فضلت خلاص، لا يا حول ولا قوة. هناخد شويه دول نبدا نمشيهم على بشرتنا. البشرة حرفيا تحفة، دي في النظافة تحفة جدا. كل نشفت البشرة كويس، نشفت ايدي كمان. خلي بالك من الحتت دي لأنه بيستخبى فيها الماسك. عندي بقى ماسكات جاهزة بس، ولكن مش هجيب سيرتها لأن أنا عايزة الفيديو ده يكون كده اقتصادي. وماسك البيض مستخدموش كده، شيت ماسك اللي هو هيكون غالي جدا في أماكن موجودة عندي، هو أغلى حاجة 5 جنيه. الشيت ماسك اللي بيبقى الحباية دي ونحطها في الماسك يفرد، ونحط ماسك البيض ده عشان ما يدلدقش ويقعد يعمل حاجات مش لطيفة يعني. مم. خلصنا الماسكات تحفة جدا، اللي هنكررها أقل حاجة 3 مرات، ممكن 4 عادي أو 5 تمام عادي. وبعد كده هنرطب بقى بشرتنا، نيجي لخطوة الترطيب، خطوة مهمة جدا.
وانا هنا بستخدم يوريتشي بانثينول، لان هنا بقى ترطيب نضاره وكده. هو لسه يعني استخدمته حوالي كده 5-6 مرات. هو خفيف جدا على البشره وريحته كمان حلوه جدا، خفيف جدا، امتصاصه سريع. مم. طيب ناخد حاجه بسيطه كمان هنا. وبما اني عملت الايد مش هحط الايد دلوقتي، لان انا بستخدم آه الميلوكاين ده معاه، وده لتفتيح عقل الاصابع، لتفتيح العقل دي. فانا بستخدمهم قبل ما انام علشان الضوء كده، فمش هحطهم دلوقتي. انا بستخدم كمان كريم معاه، هما 3 كريمات مع بعض تحفه، لسه برضه بستخدمهم جديد. وهنا تقريبا يعني فرق شويه في عقل صوابعي. هقوم بقى ارطب شفايفي، مرطب الشفايف حرفيا من جنبي. كمان ان بشرتي وهي مترطبه انا ممكن استخدم الجواشة، هتبقى تحفة جدا كده. انا عملت معاكم اول حاجة السكراب وهو القهوة، كانت بجد تحفة جدا. تاني حاجة وهو ماسك التفتيح، وده تحفة جدا اللي عبارة عن زبادي ونشا. وكان تالت حاجة ماسك الكركديه، وده انا بحبه جدا 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 وكل عيد بكرره. والاخير وهو ماسك بياض البيض، وده لشد البشره فهو تحفه. واخيرا هنرطب بشرتنا وبس كده. لو في ماسكات تانية انتوا جربتوها بالفعل اديتكم نتيجه شاركوها معانا في الكومنتات. ولو في حاجه انتوا لسه برضو بتجربوها لما تديكم نتيجه بالفعل قولوها لنا لو هي فعلا فادتكم. ولو عايزين تسالوني عن اي برودكت انتوا بتستخدموه لسه بقى في يعني ده فيديو اقتصادي، هنعمل الفيديو اللي بعده مش اقتصادي بقى، الحاجات اللي احنا هنشتريها وهندفع فيها وحتى لو غالية بس هتفرق في بشرتكم. انا خلصت الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى ان انتوا تكونوا كمان عملتوا لايك للفيديو ده وشاركوه بقى مع اصحابكم علشان كمان هما يستفادوا. واكون انا كده خلصت الفيديو. قولوا لي الفيديو الجاي عايزينه يكون عن ايه، وقولوا لي انتوا جربتوا بالفعل الماسكات دي ولا لا. بجد وقفوا الفيديو واعملوا الماسكات. في حاجه عطلتوا فيها ابعتوا لي على الانستجرام هرد عليكم ما تقلقوش. اللينك تحت في الديسكربشن كمان ما تنسوش تعملوا فولو عليه. وبس كده انتظروني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، ويلا باي.